مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي وشد من سغاب أشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمام وأكدت زهده فيها ضرورته. إن الضرورة لا تعدو على العصام. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قليل منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. وواقفون لديه عند حبهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم.
فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمدح النبي ما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي سنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالسهر في تراف والبدر في شرف والبحر في كرام والدهر في همام كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد منطق منه ومبتسم لطيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه.